السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما طيبين وبخير. النهاردة كنت عايزة أنبهكم لحاجة كده، في كتير منا مش واخد باله منها، وهي مسألة البعد عن ربنا. يا جماعة، الناس اللي بتبعد عن ربنا ما بتبعدش عن ربنا فجأة، لا، انت بتبص تلاقيها خطوة صغيرة وراها خطوة صغيرة لحد ما تلاقي نفسك بقيت بعيد قوي من غير ما تحس. الموضوع بقى بيبدأ بحاجة بسيطة قوي. ممكن يوم فوتنا فيه الصلاة واتكسفنا كده ان احنا نصليها، يوم قررنا نقفل المصحف وقلنا هنقرأ بكرة ان شاء الله، يوم سمعنا حاجة غلط وقلنا عادي مش هتأثر، يوم سيبنا الأذكار عشان مستعجلين، ويوم ورا يوم القلب سبحان الله بيتغير واحنا مش واخدين بالنا. النبي حبيبك صلي عليه قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. يعني الفتن مش بتيجي مرة واحدة أبدا، هي بتيجي واحدة واحدة، وكل مرة القلب يا يقبل يا يرفض، لحد ما يبقى القلب يا أبيض نقي يا أسود متراكم والعياذ بالله. الحاجات دي يا جماعة كلها عشان كده الموضوع خطير جدا، مش علشان الذنب نفسه بس، لكن عشان أثره على قلبك بعد فترة. احنا ساعات على فكرة بنفكر ان المشكلة في كتر الذنوب، لكن الحقيقة لا، الحقيقة ان المشكلة في قلة الرجوع. ممكن واحد يغلط كتير بس كل مرة يرجع يبكي يستغفر قلبه يفضل حي، وممكن واحد تاني يغلط قليل بس يتعود وما يرجعش فيبقى القلب بقى ايه، قاسي. وده اخطر حاجة، انك تعمل الغلط وتنام عادي من غير ما تحس بأي حاجة ولا كأنك غلطت. النبي حبيبك صلي عليه قال إنه سبحان إنه عليه الصلاة والسلام كان بيستغفر في اليوم أكتر من 70 مرة، وهو كمان كان إيه، كان مغفور له. تخيل يعني إحنا أولى قد إيه بالاستغفار، أولى قد إيه إن يبقى لساننا دايما راتب بذكر الله، دايما بيقول أستغفر الله حتى وإحنا مش حاسين بذنب معين. الاستغفار يا جماعة مش بس علشان نمسح الغلط، ده عشان نحافظ على القلب إنه يفضل صاحي. يمكن كمان من الأسباب اللي بتخلينا نبعد إننا بنقارن نفسنا دايما بغيرنا، نشوف حد ملتزم قوي فنحس إننا ولا حاجة فنسيب خالص، أو نشوف حد بعيد فنقول طب ما كل الناس كده. المقارنة بقى دي يا جماعة هي اللي بتضيعنا، لأن كل واحد رحلته مختلفة عن التاني. المهم مش تبقى زي فلانة أو زي علانة، المهم إن انت تبقي أحسن من نفسك، أحسن من امبارح. خلينا نتكلم عن نقطة حساسة قوي. احنا ساعات بنبعد عن ربنا بالموسم، يعني نتحمس كده في شهر رمضان، في العشر الأواخر، في يوم عرفة، في أول السنة، ونيجي بقى بعد كده الهمة بتنزل. وده طبيعي لأن النفس بتمل. علشان كده النبي حبيبك قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. يعني مش المطلوب تعملي كتير قوي، المطلوب تعملي حاجة بسيطة وتكملي عليها. الثبات في الأمور أهم من الكتر على فكرة. طيب يا جماعة، إزاي نثبت بجد؟ أول حاجة لازم تعترفي لنفسك إنك محتاجة ربنا، مش بس في الأزمة، لأ، محتاجاه في كل لحظة. إحنا للأسف بنفتكر ده بس لما بنتزنق، لما بنتوجع، لما بنخاف. لكن لو فضلنا فاكرين إننا من غيره ولا حاجة، ساعتها سبحان الله القلب مش هيحب يبعد أبدا. تاني حاجة لازم يبقى عندك روتين ثابت حتى لو صغير قوي. روتين ده زي الأمان كده، حبل بيمسكك لما الدنيا تشدك. يعني مثلا مهما حصل في يومك، في ركعتين قبل النوم، مهما كنت تعبانة، في 5 دقايق ذكر، مهما كنت مشغولة، في صدقة أسبوعية حتى لو بسيطة قوي. الحاجات على فكرة الصغيرة دي بتعمل حصن حوالين قلبك. تالت حاجة الصحبة يا جماعة، لو حواليك ناس بتفكرك بربنا صدقيني هتثبتي أسرع. ولو حواليكي ناس تانية كل كلامهم عن الدنيا وبس، طبيعي قلبك هيميل للدنيا. احنا يا جماعة بنتأثر باللي حوالينا من غير ما بنحس. خليني أقولك على حاجة مهمة جدا يمكن تطمنك. لو انت حاسة انك بعيدة قوي ومكسورة قوي، اعرفي ان اكتر حاجة بترجعك بسرعة هي لحظة الصدق. لما تقفلي كده باب اوضتك وتقولي يا رب انا تايهة، يا رب انا ضعيفة، يا رب انا محتاجة لك. الصدق ده بقى بيهز السماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يفرح بتوبة عبده فرح حقيقي. يعني ربنا مش بيقبل توبتك، لا، ده كمان بيفرح بيها. تخيلي الإحساس ده بقى. يمكن أكتر خوف عندنا إننا نبدأ ونرجع نكسل تاني، بس صدقيني لو بدأتي ووعقتي ورجعتي ووعقتي، طول ما في رجوع في أمل. الشيطان يا جماعة مش همه إنك تبقي وحشة، لا، همه إنك تيأسي.
لو وعقتي وقمتي انت كده خلاص كسبتي المعركة، لكن لو وعقتي واستسلمتي هو كده اللي فاز وكسب. عايزة أسيبك مع فكرة عميقة قوي. إحنا مش بنعبد ربنا علشان نحس دايما بمشاعر حلوة، لأ، ساعات الإيمان بيبقى هادي، مفيش إحساس قوي، وده طبيعي. الثبات مش إحساس، الثبات يا جماعة قرار إنك تكملي حتى لو مش حاسة، قرار إنك تصلي حتى لو مش مركزة، قرار إنك تستغفري حتى لو قلبك مش حاضر. لأن مع الوقت سبحان الله القلب بيلحق بالجسد. في النهاية خليني أقولك على حاجة، لو نفسك تبقي قريبة بجد خلي عندك دعاء ثابت كل يوم، تقولي يا رب ردني ليك رد جميل، يا رب ثبت قلبي، يا رب ما تسيبنيش لنفسي طرفة عين. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي كده، يعني حتى هو كان محتاج معونة ربنا كل لحظة، واحنا على فكرة أولى بده. لو انت دلوقتي حاسة ان الكلام ده لمس قلبك اوعي تأجلي القرار، ما تقوليش انا هبدأ من بكرة، ابدأي من اللحظة دي. قولي استغفر الله دلوقتي، خدي قرار بركعتين الليلة، اعملي خطوة صغيرة بس تكون حقيقية، لأن الطريق الطويل بيبدأ بخطوة واحدة واحدة بس. شكرا جدا على حسن استماعكم. لو الكلام لمس قلبك اوعي تنسي تذكري الله في التعليقات وتدوسي لايك واشتراك وتصلي على حبيبك النبي. وشكرا جدا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.